السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم دائما على قناتي، قناة أنفل. نبدأ على بركة الله. موضوع ديالنا اليوم هو عن التفكير المفرط. تابعوا معي إلى الآخر. التفكير كيكون شيء بسيط حتى كيتحول لأشياء كنعيشها مدة أطول من اللازم ليلا ونهارا. فإذا كنت من هذا النوع فأنت عندك التفكير المفرط. بالنسبة للتفكير، هو التفكير شيء طبيعي. مثال أننا نفكر في أشياء حديثة أو لحظية، الأشياء اللي كنقوم بها في الفعل. يعني مثلا أنا دخلت المطبخ وفكرت أنني نطيب اليوم طبخة حلوة أو ملحة على سبيل المثال، وهكذا. فهذا التفكير كيكون تفكير طبيعي. أو أننا نفكر في أشياء مستقبلا، يعني الأشياء اللي غادي تحدث من بعد. على سبيل المثال مثلا بغيت نخيط جلابة أو نخيط فستان أو أي حاجة، فكنفكر النوع ديال الثوب اللي غنستعمل، الخياط اللي غادي نمشي عنده، اللون، كيفية ديال الخياطة أو ديال الفصلة، وهكذا. فهذا كذلك تفكير طبيعي. المهم أننا ما نكتروش التفكير في هذه الأشياء التافهة. أولا نفكروا ونقرروا. فعندما يصبح العقل مسيطر علينا ويفكر في أشياء بعيدة عنا وعن دائرة محيطنا لدرجة التوتر أننا كنعيش ذاك التوتر في التفكير، فهذا دليل على أن التفكير أصبح ضدنا وخارج عن سيطرتنا، وخاصة في أشياء تافهة. أننا كنفكروا في مثلا في اللون الجلابة كيفاش غادي يكون، واش غادي نقبلو، واش غادي يطلع مزيوان، واش غادي يطلع مثلا لائق بهذا الفصل اللي حنا فيه، وهكذا. يعني أشياء تافهة كنفكروا فيها فكتصبح مسيطرة علينا بالليل وبالنهار. فهنا حنا كندخلوا في دائرة التفكير المفرط. كذلك من بين التفكير المفرط هو التفكير في الآخرين، التفكير في المشاكل ديال الآخرين. كتبقى تفكر كيفاش تحلوا من المشكل ديالهم، كيفاش يعيشوا حياتهم، كيفاش يخطروا الأشياء ديالهم، كيفاش تخطط لهم برنامج العيش اللي غادي يعيشوه. فهنايا هذا تفكير مفرط، وما كيعنيناش حنايا كأشخاص. حنا خصنا نفكروا فقط في اللحظة اللي كنعيشوها وفي المستقبل، ونحاولوا ننسوا الماضي، لأن الماضي مشى وشبه مات. فقط نحافظوا على الذكريات الجميلة. فإذا كنا كنفكروا بهذه الطريقة هذه حتى كيصبح داك التفكير المفرط إلى تأويل كنعيشوه الحياة ديالنا على طول، فهنا حنا كنعانيو من التفكير المفرط. بالنسبة للتفكير المفرط فهو مشكل أو هو مرض، وأي مشكل أو أي مرض له حل، ولكن علينا أولا أن نعترف بهذا المشكل. فأنا خصني نعترف بأنني عندي تفكير مفرط، كنفكر في الآخرين بشكل كبير. نقدر نبقى نفكر في مشكلة الشخص كنعرفه حتى المدة ديال أسبوع. فهذا من بين
الحقيقة من بين المشاكل اللي كيعيشها الإنسان وهي ما كتعني له والو. إذا من بعد ما كنكونوا اعترفنا بالمشكل أو بالمرض اللي كنعيشوه، فعلينا إذا العلاج. غادي نعطيكم واحد العلاج جد بسيط وربما هو معروف لدى البعض. أول حاجة غادي ناخد ورقة وقلم وندون الأسباب اللي كتجعلني نعيش هذه الطريقة ديال التفكير. يعني أنا علاش كنفكر في هاد الناس هادو، أنا علاش كنفكر في أشياء لا تعنيني، أنا علاش كنفكر في الماضي بشكل كبير، وهكذا. فنملأ ديك الورقة، نملأ ونفرغ ديك الطاقة الفكرية المفرطة المسيطرة على العقل ديالي، نفرغها كاملة في ديك الورقة، وهنا كنكون تخلصت من واحد الجزء كبير من التفكير السلبي. كذلك نتعلموا كيفاش نفكروا ونقرروا، فما نبقاوش رهناء التفكير ديالنا يعني بشكل طويل. فكرنا في الاشياء، خططنا لها، اذا علينا القرار واش نعملوها ولا ما نعملوهاش، وهكذا كنكونوا تعلمنا كيفاش نفكروا بلا ما نفرطوا. كذلك ما نبقاوش عايشين او نفكروا في تفكير واحد، يعني نخلي واحد الفكرة مسيطرة علينا حياتنا كاملة حتى تحول المشكل نبقاو نعيشوه مدى الحياة، بل أننا نفكروا في أشياء كثيرة باش هكذا الفكر ديالنا كيوسع والرؤية ديالنا كتوسع والأفكار كتحول إلى أفعال مستقبلية. وكذلك من بين العلاج، إذا كان التفكير ديالنا في أشياء صغيرة نحاولوا أننا ما نطيلوش التفكير فيها ونعطيو فيها فكرة صغيرة وقرار سريع. أما بالنسبة للأشياء الكبيرة اللي كتكون مصيرية فنحاولوا أننا نعطيوها وقت حسب الحجم ديالها، فحتى هي ما نطولوش فيها التفكير ديالنا. كذلك من بين التفكير في أشياء كبيرة بحال اللي قلنا أنها مصيرية، ممكن مثلا نفكر في مشروع غادي نقوم به، فما نبقاش نطول التفكير فيه واش غادي ينجح أو لا غادي نفشل فيه. فكلا الحالتين ما غادي يتغير حتى حاجة، سواء نجح أو فشل فالأشياء لن تتغير بل ستبقى كما كانت في الماضي. المهم اللي بغيت نوصلكم هو أننا ما نبنيوش سيناريوهات خاطئة، ونحاولوا نعيشوا اللحظة ونتخلصوا من التفكير السلبي. ونفكروا في حياة مستقرة ومريحة وسعيدة. فكن مع الله يكون الله معك. دمتم سالمين، وإلى اللقاء في فيديو قادم، ودائما على قناتي، قناة أنفل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.